طبعا انت اول ما تسمع ان الولايات المتحده الامريكيه بتقع في اقصى غرب الكره الارضيه وان روسيا بتقع في اقصى شرق الكره الارضيه، يجي في بالك على طول ان المسافه ما بين الدولتين الاف الكيلومترات، ولكن الحقيقه مش كده خالص. المسافه بين الدولتين لا تتعدى حوالي 3.8 كيلو ما بين جزيرتين، جزيره اسمها ديوميد الكبرى تابعه لروسيا وجزيره اسمها ديوميد الصغرى تابعه للولايات المتحده الامريكيه. وخد بالك الحدود ما بين الدولتين هنا بتقع عند راس الارض، وبالتحديد عند القطب الشمالي وعند مضيق هناك بيفصل ما بين الدولتين اسمه مضيق بيرينج، والمضيق ده هو اللي بيفصل ما بين قاره اسيا وما بين قاره امريكا الشماليه. نرجع بقى بالذاكره بسرعه كده لسنه 1867. واشمعنى التاريخ ده بالتحديد؟ هو التاريخ ده اللي الولايات المتحدة اشترت فيه ولاية ألاسكا من روسيا. وخد بالك إن الصفقة هنا شملت ولاية ألاسكا وشملت معاها جزيرة ديوميد الصغرى. طيب المسافة بقى ما بين المدينتين عبارة عن إيه؟ إحنا اتفقنا إن الجزيرتين أو المدينتين ما بيفصلش ما بينهم حوالي 3.8 كيلو، ولكن المفاجأة هنا في إيه؟ إن جزيرة ديوميد الكبرى اللي تابعة لروسيا بتسبق جزيرة ديوميد الصغرى اللي تابعة للولايات المتحدة في التوقيت بحوالي 21 ساعة. بمعنى لو انت واقف على جزيرة ديوميد الكبرى اللي في روسيا والنهارده السبت وقت العصر بالتحديد، فاللي واقف على جزيرة ديوميد الصغرى في الولايات المتحدة عنده برضه وقت العصر ولكن يوم الجمعة. عشان كده سموا الجزيرتين دول جزيرتي اليوم والغد او اليوم والامس.